بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يلا ننفذ مع بعض مشروع جديد. هننفذ مع بعض باسكت اللي هو النص دايرة على شكل بيضاوي كده. هنشوفه مع بعض. اول حاجة انا هشوف مقاس الباسكت اللي انا محتاجاه، وهبدأ البداية بتاعته. هعمل كوستر مدور او هعمل دايرة. بلف الاول الخيط كده على بعضه كام لفة، وبعد كده ببدأ اثبت. بسم الله. زي ما قلت لكم ان انا هشتغل دايره سمك قطرها 30 سنتي. واقيسها من جميع الاطراف الاقيها 30 سنتي. انا هوقف هنا، هقص الخيط كده والف لفه بسيطه كده على طرف الخيط اللي انا هسيبه عشان ما يفكش مني، واثبت هنا. كده خلصت القطر اللي انا محتاجاه، اللي هو مقاس 30 سنتي. هجيب مسطره وهاجي من النص كده، واكون ظابطه ايدي بالظبط ان المقاس بتاعي يكون مظبوط في النص، وهحط عليه خط كده. تمام. وهاجي برضو من الجنب التاني وفي النص بالظبط، وهحط برضو بعد ما قسمتها بالنص واكون متأكدة ان الاربع اجزاء قد بعض. هبدأ اقص الاجزاء دي بمقص حامي كده وهقصه. قصيت كده 4 اجزاء، وهنبدأ بقى ان احنا نكمل. انا لو عايزه اكمل بنفس اللون هكمل معاكم واحده بنفس اللون، مش مشكله. يلا نبدأ. بسم الله. هلف بقى مع الشكل اللي انا عملته ده. ونبدأ الارتفاع. نرفع ايدينا رفعة بسيطة كده، اول سطر بس نرفع ايدينا رفعة بسيطة كده، وبعد كده نضم الجزء ده على وش المكنة ونكمل النهاية.
يبدأ ياخد الشكل معايا اللي هو نص دايرة في بيضاوي ده او شكل البيضاوي ده، وهكمل لغاية الارتفاع اللي انا محتاجاه. انا هعمله ارتفاعه 6-7 سنتي كده. انا برتفع كده لغاية المقاس اللي انا محتاجاه. انا قلت لكم انا هوقف عند 6 سنتي كده. خلاص هانت. انا 5 سنتي يعني فاضل سطر. طبعا هو خد معايا الشكل اللي انا عايزاه. واظبط ايدي وانا شغالة، ولو في اي حاجة محتاجة تظبيطة اخلي بالي منها عشان يبقى شغلي مظبوط. ده وقفت عند المقاس اللي انا محتاجاه. هاجي هنا في الجنب كده او في النص في الزاوية كده واوقف واثبت الخيط بتاعي. وبكده انا خلصت واحدة من الاربعة اللي انا قصيتهم. طبعا المقاس حسب ما انتوا عايزين، يعني لو عايزين تصغروا القطر عن 30 بتصغروا براحتكم. هكمل الباقيين بخيوط مختلفة وهوريكم بقى شكلهم جنب بعض. كده انا خلصت بخلص في اخر واحد في الاربعة. طبعا انتوا هتعملوا الالوان اللي انتوا حابينها. كده انا خلصت اهو، وبنضف بقى خيوطي. انا خلصت الاربع اجزاء، وخلي بالكم ونراعي دايما ان الاجزاء كلها تكون قد بعض، نظبط المقاس مظبوط. ده شكلهم هتغيروا في الالوان زي ما انتوا عايزين، وكمان هتغيروا في مقاس القاعدة او مقاس البداية زي ما انتوا عايزين. ممكن تصغروا عن كده، تعملوا المقاس 20 25 30 زي ما انا عملت براحتكم. بنرتفع اول سطر، يعني نرفع رفعة بسيطة على المكنة، وبعد كده نكمل الجزء كله ونخليه على وش المكنة كده. واحنا شغالين نظبط برضو الخيط بتاعنا. بعد كده انا هعمل لهم صينية او كوستر زي ما انتوا حابين. صينية مقاس، بعمل القطر وبقيسه وبحطه تحتهم كده وبشوف يعني اكبر منهم كده ب1 سنتي، وبعد كده برتفع 1 ولا 2 سنتي. لو انا حابة احطهم في صينية، لو انا حابة استخدمهم كده كل جزء لوحده براحتكم. شكلهم حلو بصراحة. ممكن تستخدموهم في المطبخ، ممكن تستخدموهم مكسرات او منظمات، تستخدموهم براحتكم. ده كده الفيديو بتاع النهاردة، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد.